ملاك أبيض وأسود، رمز للبراءة وبطل في أفلام الكرتون. فكر تاني كده، البطريق اللي دايما بنشوفه بيظهر بشكل كوميدي، كائن لطيف كيوت بيمشي بحركات مضحكة، بس هو في الحقيقة عنده جانب مظلم محدش بيتكلم عنه. وده تبع لعبتي. معظمنا عارف إن البطاريق هي كائنات اجتماعية جدا، دايما بتعيش في مستعمرات خاصة ودايما في قطيع، ما تلاقيش بطريق ماشي لوحده. لكن تحت الوش الكيوت اللي هو بيمثل لنا بيه ده في عنف، خيانة، سلوكيات عدوانية. هقول لك على كذا حاجة، والبداية هنا حاجة أكلمك من السرقة. أيوه، البطريق حرامي. البطاريق حرامية بالفطرة، وده بيظهر قوي في موسم التعشيش. البطاريق هنا بتستخدم الحجارة عشان تبني العش بتاعها، بس في أنواع معينة من البطاريق ما بتشغلش نفسها بقى بالحاجات دي، بتتعب نفسها وتجيب حجارة عشان تعمل العش بتاعها. لا، هي بتستنى البطاريق التانية تعمل العش بتاعها، أول ما تخلع عنه تروح تجيب حجر من هنا، تسرق حجر من هنا عشان تبني العش بتاعها وشكرا. أما بقى لو هتيجي على ناحية العنف، فالبطريق الذكر هنا مش دايما الكائن الوافي اللي بيتغزل في الأنثى بتاعته. ذكور البطاريق ممكن تهجم بعض عشان بس يفوزوا بأنثى واحدة. طبعا ممكن تبقى بسذاجة وتقولي كل ده بدافع الحب، لكن هقول لك لا، مش شرط، لأن برضو بعد ما بيتجوزوا بيقعدوا يتجوزوا تاني وتالت ورابع وخامس، لأن مفيش وفاء عند البطاريق. وبعض الذكور حتى لو الأنثى رفضها، مفيش الكلام ده، ما عندهاش الكلام ده حدنا في الصعيد، تفضل تجري وراها وتضربها وتأذيها لحد ما تفرض نفسها عليها بالعافية. لكن للأسف الجانب المظلم مش بيخلص هنا. في أبحاث تعود ل 1911، كان في عالم ساعتها اسمه جورج ليفيك، كان من أوائل العلماء اللي لاحظت السلوك الشاذ في مستعمرات البطاريق دي. شاف بعينه بطاريق بتعتدي على صغارها، ومش بس كده، ممكن أمهات البطاريق تتخلى عن صغارها بسبب الطقس البارد أو الظروف غير مناسبة أو قلة الأكل. ده غير كمان البطاريق اللي ما عندهمش لسه أطفال ممكن يسرقوا الأطفال من أمهات بطاريق تانية. هي دايرة كده. ولاحظ كمان إن في سلوكيات جنسية عنيفة جدا، لدرجة إن هو ساعتها مرضاش ينشر الابحاث دي، لان ساعتها كانت مخالفه للاخلاقيات الاجتماعيه. فما تجيش بقى بعد كل ده تقول لي البطريق كائن لطيف وبريء وكيوت، لان تلات ارباع الفيديوهات اللي انت بتشوفها على التيك توك دي اي، لان ورا وش الكيوت ده قاتل محترف واذكى وامكر مما تتخيل. في الاخر ما تنساش اللايك، سبسكرايب، سلام.